والسلام عليكم ورحمه الله. حلقه جديده من مزمزه كوره زي ما باذن الله تعجبكم، وحلقه جديده من مزمزه في الفانتزي. بعد جوله صعبه، بعد جوله دقنا فيها المر. سيبك يا عم من الافريج ده، جوله زي دي اللي يعدي فيها 40 نقطه 40 نقطه هي اللي يعدي فيها 30 نقطه المفروض يعمل فرح. بس بغض النظر بقى عن الجوله دي، تعرف بقى المشكله الحقيقيه هي فين؟ المشكله الحقيقيه ان الجوله الجايه من اكتر الجولات الغير متوقعه، خصوصا انها بعد المسابقات القاريه. فتخيل بقى كمان ان الجوله اللي جايه مش بس بعد توقف دولي، لا كمان بعد توقف دولي والمسابقات الاوروبيه، يعني صباح الروتيشن اللي ممكن يحصل. بس برضو ارجع اقول لك ان النقط قليله دي مش معناها انك تعمل وايلد كارد. هوريك دلوقتي جدول كده يوضح الماتشات اللي جايه بالنسبه للفرق، وهوريك ان في سويتش جامد جدا من بعد الجوله الثامنه، بحيث ان في ماتشات كتيره لفرق هتكون سهله، وفي برضو ماتشات لفرق تانية ممكن هتكون صعبه. اظن ده هيكون الوقت المثالي للوايلد كارد. حلقتنا النهارده متقسمه لجزئين. الجزء الاول هو ايه الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي تكون عانين عليها. الجزء الثاني هو جزء الكابتنه. خلينا كده نبدا بالماتشات المستهدفه، وطبعا اول ماتش هنتكلم عليه هو ماتش مانشستر سيتي ضد نوتنجهام. بس هرجع اقول حذاري ثم حذاري ثم حذاري من الروتيشن اللي ممكن يحصل. من السيتي هختار اسمين اتكلم عليهم، واول واحد هو جوليان الفاريز. جوليان الفاريز متالق جدا جدا، بقى الواد بقى بيسجل وبقى بيصنع وبقى كمان ماسك هو كمان الفاولات. ده غير ان الفاريز سعره لسه اقل من 7 مليون وملكيته تقريبا حوالي 20%، اللي هو تعتبر لسه قليله. صحيح جوارديولا كان صرح وقال ان هو صعب جدا ان هو يطلع الفاريز من الملعب، بس برضه خلي بالكم الروتيشن ممكن يحصل عشان جوارديولا طبعا مش مضمون. اللعيب التاني عايز اتكلم عنه وشايف ان هو هيكون ديفرنشال جامد هو جيرمي دوكو. دوكو اللي انا شايف ان هو الجوله دي ممكن نسبه ان هو يكون اساسي ممكن تكون اعلى من نسبه الفاريز. هتقول لي ازاي دوكو ممكن يكون اعلى من الفاريز؟ هقول لك عشان برناردو سيلفا كمان اتصاب، ممكن لو جوارديولا عايز يعمل كمان روتيشن، وكمان دوكو كان الماتش فات كان احتياطي، فبنسبه كبيره جدا هيكون اساسي الماتش الجاي. دوكو اللي ظهر بشكل كويس جدا اخر ماتشين، لعيب عنده 21 سنه وبيلعب بثقه عاليه جدا وبيرقص وبيصنع وممكن يسجل. الماتش اللي فات في الدوري جاب جون ونزل في الشامبيونز ليج الماتش اللي فات بعد ما برناردو اتصاب وظهر بشكل كويس. لعيب خطير جدا. كمان نسبة امتلاكه اقل من 1% وسعره 6.5 مليون كجناح موجود في سيتي. كمان لو عمل حاجة فيعني هيكون ديفرنشال للديفرنشال. خلصنا من سيتي، تاني ماتش هنتكلم عليه وهو ماتش نيوكاسل ضد شيفيلد. نيوكاسل بدأ يفوق، بدأ يقف على رجله تاني، وبدأت الكلين شيتس بتاعتهم ترجع تاني. نيوكاسل اخر ماتشين عمل 2 كلين شيت، الماتش بتاع برينتفورد وماتش اي سي ميلان في الابطال، ومع جدوله سهل جدا في الفترة الجاية. فانا شايف ان لازم تجيب عنصر دفاع من نيوكاسل، على الاقل واحد، كمان مش هقول لك 2 بس، على الاقل لازم تجيب واحد. ده خيار لا كده عنه. طبعا احسن خيار دفاعي منهم هو تريبيه، خصوصا ان هو ماسك كمان ممكن الفاولات وممكن الكورنرات، فممكن اكتر ده مدافع يجيب فيهم نقط. غير طبعا تريبيه لو انت مزنوق في الميزانيه فممكن تجيب تشاور وممكن تجيب بوتمان اللي جاب 9 نقط في الماتش اللي فات ضد برينتفورد. بالنسبه للاجنحه بتاعتهم فهي مش مضمونه، اما بالنسبه للهجوم ففي ايزاك وفي ويلسون. ايزاك لعب الماتش اللي فات في دوري الابطال، فانا شايف ممكن ويلسون يحصل روتيشن وهو هيلعب الجوله دي. والماتش اللي بعده هو ماتش برايتون ضد بورنموث في ملعب برايتون. برايتون بقى اللي داخل ملحمه بعد الماتش ده. لو انت عندك لعيبه من برايتون لسه فاصبر عليها، الماتش ده يعتبر ماتش مريح كده بالنسبه لهم وسط ضغط الجدول، فممكن يتالقوا. فلو صبرت على لعيبه برايتون وقررت برضو ان انت تبيعها بعد الجوله دي، فحط في بالك ان هم من الجوله ال10 هيبقى جدولهم كويس جدا، وبرايتون اصلا فريق هجومي، فلو انت عايز تبيع ممكن تبيع من عناصر دفاعيه بس تسيب العناصر الهجوميه بتاعتهم ميتوما ومارش وباسكال جروس. وطبعا المهاجم بتاعهم 19 سنه فيرجسون المتوقع تالقه الجوله دي. واخر ماتش هتكلم عليه وهو ماتش يونايتد وبيرنلي. صحيح ماتش كان ارض اليونايتد، ويونايتد في الفترات اللي فاتت مش احسن حاجه، بس يونايتد جدوله الفتره الجايه كويس جدا، وكمان بيرنلي اكتر فريق اتسجل فيه اهداف برصيد 12 هدف، فممكن تعتمد على برونو او راشفورد حسب اللي عندك. وكمان من دفاع اليونايتد ممكن تجرب حظك، خصوصا المدافعين رخاص شويه، وممكن تجيب مثلا ريجلون او دالوت. ريجلون دلوقتي بقى اساسي وبدا بيظهر بشكل خطير جدا هجوميا، خصوصا في اخر ماتش ضد بايرن كان بيعرض فرص كتير وضيع كمان هو فرص، فمتوقع جدا ان هو ممكن يعمل اي حاجه. وبما ان فان بيساكا كمان اتصاب، فدلوقتي دالوت هو اللي بيلعب، برده سعره بتاع 4.5 مليون، فممكن برده تجيبه. في كمان جناح اليمين بليستري سعره 4.5 مليون بس، واضح جدا ان إيريك تين هاج مقتنع بيه وبيلعبوا الماتش اللي فات، وبسعره ده لو يونايتد اتألق فمتوقع جدا ان هو يجيب نقط. بالاضافه بقى للماتشات الاساسيه دي، ففي كمان ماتش برينتفورد ضد ايفرتون متوقع برضو تألق مبومو وويسا للناس اللي هم محبينهم وجايبينهم في تشكيلاتهم. وفي ماتش ولفرهامبتون ضد لوتون، بس ما اظنش ان حد عنده لعيب من ولفرهامبتون، واحسن لعيب لو انت عايز تجيب منهم هو نيتو والجناح. وبالنسبه للناس اللي هم بيبقى عندهم ايزي، ففي ماتش كريستال بالاس ضد فولهام، متوقع جدا ان كريستال بالاس يعمل اي حاجه، خصوصا ان فولهام من اسوأ الفرق
اللي بتتلقى فرص قصادها. الناس اللي كانت صابره على ايزي كل ده، فمتوقع جدا ان هو يعمل حاجه الماتش اللي جاي، خصوصا ان كريستال بالاس ماتشاتها اللي جايه كلها هتكون صعبه، فدي تكون اخر فرصه لايزي. ومن اللعيبه برده اللي هي فورمه مؤخرا هو ادوارد المهاجم بتاع كريستال بالاس، في فورمه كويسه دلوقتي، وتاني اعلى لعيب سدد على المرمى بعد هالاند ب 19 تسديده. ونيجي بقى لاخر جزء في الحلقه وهو جزء الكابتن. طبعا عم كابتن ايرلينج هالاند هو احسن كابتن الجوله دي، ماتش السيتي على ارضه ضد نوتنجهام. بس برضه عايز اقول لك على احصائيه ممكن تخوفك شويه وممكن تخليك قلقان، ان هالاند في اخر ماتشين جات له 10 فرص محققه للتسجيل، ضيع منهم 9. يمكن هالاند الفتره اللي فاتت معاه سوء توفيق كبير وبيجيب كور كمان في العارضه وبيضيع فرص سهله، بس هالاند طبعا لو فتحت معاه وانت مش مكابتنه فهتنزل جامد في الرانك بتاعك. دلوقتي برضه نقدر نقول عليها كابتنه مضمونه وهي كابتنه الفاريز، بس ده طبعا لو لعب. ودي برضو احصائيه كده ما بين هالاند والفاريز لو انت محتار تكابتن مين، رغم ان معظمنا هيكابتن هالاند عشان نسبه امتلاكه طبعا اعلى. وبالنسبه برضو للماتشات التانية فممكن طبعا تكابتن راشفورد او برونو حسب اللي عندك، وممكن تكابتن ميتوما ضد بورنموث او ايزاك ضد شيفيلد. بالنسبه للكابتنه الديفرنشال فطبعا ممكن تكابتن مثلا دوكو، تكون الكابتنه ديفرنشال جامد جدا لو تالق. كابتنه ديفرنشال جامده برضو ممكن تحصل لو اللاعب تالق، انك تكابتن هولاند مهاجم مانشستر يونايتد لو هو عندك يعني، خصوصا ان هو ماتش ضد بيرنلي وهولاند ممكن يتالق وبدا يعني ينسجم شويه، والماتش اللي فات كان جاب جون ضد بايرن ميونخ. ومن الكابتنات الديفرنشال كمان طبعا ممكن تكابتن ويلسون ضد شيفيلد، وممكن تكابتن ادوارد لو عندك. بس دي تكون نهايه الفيديو بتاع النهارده، ودي طبعا اخر حاجه وهي نسبه الكلين شيت المتوقعه الجوله دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.